السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. كما تشوفوا ان شاء الله غنشارك معكم هذه المروزيه، طريقه المروزيه ديالي. المهم انا بديت نطيب فيها، عجبتني الفكره باش نصورها. نتمنى ان شاء الله طريقتي تعجبكم وتعتمدوا عليها. يعني مروزيه كما تشوفوا تجي معلكه وبنينه. وبقاو معايا حتى الاخر الفيديو راه قصير. نتمنى ان شاء الله اللي اول مره تيدخل عندي يتابونا معايا ويبارطاجي مع الاهل والاصدقاء، والناس اللي تدعموني ديما تنشكرهم بزاف. وبقاو معايا حتى اخر الفيديو. بسم الله على بركه الله. كما تشوفوا هنا انا درت اللحم ديالي هنا في الطنجره. درت ليه العطريه ديال المروزيه. يعني راك تعرفوا كاع تقريبا العطريه ديال المروزيه اللي تيديرها تيصاوب على يديها تيصاوبها، ولا تيشريها حاضره تيشريها. زدت معها شويه سكينجبير، شويه الخرخوم، شويه زعفران شعره. المهم درت كلشي في الماء وحطيته في الطنجره وحطيته يغلي، يعني حتى خدا الغليه ديالي باش داك اللحم تشرب ليا العطريه. ومن قبل بعدا تنخليوها واحد شويه، يعني يا اما نخليوها واحد ساعه ولا ساعتين، يا اما نبيتوها يعني في الثلاجه تتشرب داك العطريه عاد نمشيو نطيبوها. من بعد هنا كما تشوفوا زدتها واحد طريف ديال الزبده، اللي تيبغي السمن يدير السمن، وزدتها زيت البلديه وخليتها طيب. بعد ما طاب لي اللحم كما تشوفوا، يعني طاب يعني القياس اللي بغيت. زدتو هنا واحد شويه ديال السكر سنيده. تقدروا ديروا على العسل بوحدو، انا درت سنيده ودرت العسل يعني عاونت به بحال هكا. هذه طريقه هي بسيطه، ما تنديروش فيها البصله وما تنديروش فيها الثومه. هنا خديت واحد الكميه ديال الزبيب اللي غسلتها يعني بالماء مزيان، فزقتها واحد شويه باش كان فيها شي تراب وداكشي يتحيد، ورميتها هكا كما تشوفوا. هنا زدت عليها العسل، يعني تقريبا 2 معالق كبار ديال العسل، وخليتها هنايا طيب باش يتنفخ داك الزبيب وتعسل. كما تشوفوا المروزيه ديالي هنا ولات على هذا الشكل كما تتبان لكم، تيجي لونها غزال، يولي لونها يعني مايل شويه للمارو. هنا كما تشوفوا هي وجدات، يعني تتوقف داك الصوص ديالها تيجي عاقد تيجي ثقيل يعني ومعلك، وما تنكثرش انا فيها الزيت باش ما تجيش ميدمه بزاف ثاني، باش تقدروا تغمسوا في داك التعليكه ديالها. هنا عندي واحد الكميه ديال اللوز اللي شديتها يعني وقليتها. انا ما قليتهاش بالزيت صراحه، درتها في القلايه الهوائيه. وحطيتها هكا زينت بها. هذا هو الطبق ديالنا، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتعتمدوا عليها نتوما وديروها الطريقه تجي غزاله بزاف. وشكرا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وعلى فكره هاد المروزيه تقدروا تخبيوها يعني يعني تقعد واحد المده معكم ما تيطرى لها والو. يعني الا بغيتو يعني تخبيوها يعني تطول عندكم وداكشي، يكون فيها لدام زيت، يعني الزيت يكون كثير باش يعني تبقى مزيانه. شكرا على المتابعه، شكرا للناس اللي وصلوا معي هنا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وعواشركم مبروك ان شاء الله.